ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايب قلبي هنعمل لكم صينية السمك البوري. شايفين جميل ازاي مع البطاطس. انا جايبة السمك وده الموسم بتاعه ومبطرخ بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه في السمك؟ انا هوريكم طبعا احنا بننضف ازاي، وطبعا كلكم ستات بيوت وزي الفل. انا اول حاجة هقص الشراغيش بتاعته كده اهو، بسم الله ما شاء الله، نسمي ونصلي على رسول الله. وطبعا هقص من هنا الديل شوية عشان الصينية ما يبقاش كبير فيها. عايزة اقول لكم ان الاسعار نار وربنا المستعان، يعين كل رب اسرة على بيته يا رب العالمين. هاجي بقى بالمقص بتاعي واشيل القشر بتاعه. طبعا انا بحط مصفى عشان الحوض بتاعي ما يتسدش ويبقى سهل جدا ان انا اشيله بالطريقة دي. شايفين انا بوري طبعا عفوا اولادنا العرايس اللي لسه داخلين المطبخ جداد واللي مقبلين على الزواج او المقبلين على الزواج. فطبعا كلكم ستات بيوت وبيتعلموا اكيد من امهاتهم الجميلة كل شيء، بس احنا بنوري زيادة، يعني كل واحد عنده معلومة بيقولها. شلنا كده هوت القشر اشطفه عشان لما انا افتحها من جوه القشر ما يدخلش للداخل. وايه طبعا هنغسلها تاني. هاجي بسم الله نسمي وافتح بطنها. شايفين البطروخ بسم الله ما شاء الله. انا بفتح السمكية للاخر كده اهو. شايفين البطروخ بسم الله ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ كيلو البطارخ غالي جدا. انا بشيل البطارخ هقول لكم هعمل بيها ايه. طبعا دي تتفتح بالايد كده، وتحت الميه الجاريه بصوابع ايديكي نشيل. وطبعا هنا اهو النخاشيش دي انا بشيلها خالص. في ناس انا اعرفهم بيخلوها طبعا دي كلها الزفرة بتاعة السمك، فما ينفعش ابدا ان في حد يغسل المخشوش ويسيبه كده بصوابع ايديكي. طبعا الدم ده اللي في السلسلة بتاعة الظهر لازم يتشال كويس جدا، ما تخليش في السمكية اي دم. والصماد اللي فيه او الحبر اللي فيه ده وساخة البطن لازم كلها تتنضف كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. والراس بتاعتي تبقى زي الفل وتغسليه كويس. السمك هو مش مجرد غسيل وخلاص، ولازم ما تخليش اي حتة دم جوه كده بصوابعك. شيلي الدم ده اعصريه كده بضوافرك او بصوابعك، ما تخافيش مش هتتعوري ولا حاجة، بس السمكية بتاعتك تنضف وتبقى زي الفل. وطبعا هنسيبه شوية هينزل دم تاني، هنغسله مرة تانية. وانا بوريكم سمكية واحدة والباقي انا هعمله، بس بوريكم طريقتي في تنظيف السمك. شايفين السمكية بقت قلبها عامل ازاي؟ زي الفل. والراس بتاعتها طبعا ايدك فيها كده لغاية ما تلاقيها بقت نجيفة وزي الفل. شايفين بسم الله ما شاء الله. هسيبه بقى في المصفى يصفي. لو في دم تاني هنشطفه تاني ونعصر عليه ليمون وخل. لازم اكلنا يبقى نجيف. نص الطبخة الجميلة
النظافة بتاعة الأكل بتاعك، سواء خضار سواء لحوم سواء دجاج أي حاجة. أهو بالطريقة دي السمكاية بتاعتنا بقت زي الفل. بسم الله ما شاء الله. أنا هكمل الكمية بنفس الطريقة. نضفنا السمك، نروح بقى نعمل التتبيلة الجميلة. عندي هنا راس توم مهروسة لان انا بحتفظ بيه من السنة للسنة. لو عندك اللي هو الفريش مفيش مشكلة بيبقى افضل. عندي هنا 2 من البصل احطهم في الكبة. نسمي ونصلي على رسول الله. نسمي ونصلي على رسول الله. عندي الملح حسب الرغبة. عندي معلقة صغيرة من الكزبرة. عندي معلقة بسيطة يعني ربع معلقة من الشطة السبايسل، عشان انا لو عندك اطفال لو عايزاها تبقى سبايسل حطي معلقة. عندي هنا الكمون معلقة كبيرة لان الكمون روح الاسماك. عندي البابريكا، الكركم، البهارات السمك المشكلة هضيفهم على البصل والثوم. عندي بقدونس وكزبرة غسلينهم نحطهم عليهم. معلقة من عصير الليمون او معلقتين. معلقة من الخل. وهخفقهم او هضربهم. انت ممكن تخرطي الخضرة وتخرطي البصل، بس انا بعمل كده اضيف عليهم 2 من الطماطم تزود الطعم نكهة ولذاذة. وهخفقهم يا دوبك بس ياخدوا لفة معايا كده. شايفين شكل الخليط جميل جدا. هاجي للسمكاية بتاعتي اعملها بالمقص كده يا دوبك حتة صغيرة وافتحها من الجنب. في ناس بتشرطها كده، انا بحب السمكاية بالطريقة دي. نفتحها كده حتة صغيرة عشان احشيها والتتبيلة تدخل كلها جواها. هكمل الكمية كده. قطعت السمك او فتحته من الجناب من قدام ومن ورا. عندي البطاطس تقطعيها تكون سميكة شوية. نسمي ونصلي على رسول الله. بعد ما قطعناها وغسلناها نحطها في الصينية بتاعتنا او في الطاجن بالطريقة دي. هاجي اخد شوية من الخليط الجميل اللي احنا عاملينه واعملهم كده على بعضيهم اقلبهم كويس. طبعا انا لقيته عايز ملح فضفت الملح، فانت دوقي الملح ما ترتبطيش بالمقادير اللي انا حطيتها. انا حطيت ملح تاني علشان خاطر انا عامله 2 كيلو من البطاطس عشان في ناس جايه النهارده ان شاء الله تتغدى معانا. بالهنا والشفا. هنعمل كده. شايفين السمك زي الفل ازاي وقطعينه من الجناب. نسمي ونصلي على رسول الله. هاخد من الحشوة اللي احنا عاملينها. حشوة رهيبة يا جماعة، صدقوني جميلة جدا واحلى من اللي بتشتريه من بره. طبعا الراجل بره مش هيغسله بالطريقة اللي انت ممكن تغسليها وتنضفيها في البيت، ومش هيحطلك الحاجات اللي انت هتعمليها. هو صحيح بيعمل نكهات عشان سبحان الرازق، لكن في البيت بتعملي بطريقتك وبتنضفي مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تكوني مطمنة ان اكلك واكل ولادك نجيب. والاكل لما يكون بتعمليه بسماحة نية وبحب بيطلع جميل جدا. لكن لو عاملاه وانت متنكده ومش حابه اللي هياكل منه فطبعا عمره ما هيبقى كويس جدا. انا هرص السمك بتاعي كده وهكمل المقادير بتاعتي. عندي شويه من الزيتون احطهم بالشكل ده كده.
هيدي طعم بقى مش قادرة اوصف لكم في الجمال والطعامة بالشكل ده كده. عندي ليمون معصفر هنحطه برضو بالطريقة دي. كل دي نكهات هتدي للأكلة بتاعتنا طعم ولا أروع ولا ألذ. شرايح من الطماطم حطها كده، حاجة كده فاخر من الآخر زي ما بيقولوا، حاجة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. اهو كده اهو. عندي 2 فلفل سبايسي هنحطه برضو بالطريقة دي. شايفين المنظر؟ تتاكل نية. دلوقتي هنضيف عليها قد كوباية من الزيت، رشيها كده على السمك وعلى البطاطس وعلى كل حاجة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قد كوباية الا ربع كده، كوباية زيت. ما تبخليش على اكلك يعني. صحيح الظروف صعبة لكن هنعمل ايه؟ لازم نعمل ولازم ناكل ولازم عيالنا ياكلوا. يعني لو علينا احنا الكبار ناكل اي حاجة، بس الاولاد ذنبها ايه؟ شايفين منظرها؟ عندي نص كوباية وحطيت عليها معلقة من الزعفران. مش عارفة الكاميرا جايبة اللون احمر لكن هو اللون اصفر. شايفين؟ هضيف عليها كده عشان انا عايزة الاكلة بتاعتي يبقى لونها مصفر كده وجميل. هغطيها بورق الفويل وادخلها الفرن ونروح نشوف هنعمل ايه مع البطارخ الرهيبة الجميلة دي اللي طلعت من السمك. هنيجي بقى للبطروخ الجميل بتاعنا ده هنعمل فيه ايه. هاجي احط 3 معالق دقيق او معلقتين حسب الكمية اللي عندك. طبعا البطروخ انا حطيته في شوية الحشو اللي فاضلين اللي تبلنا بيهم السمك. هحط معلقة كبيرة من النشا ونقلبهم كويس. هنا طبعا الملح والتتبيلة مش محتاجة اي حاجة تانية. هعمل ايه؟ نسمي ونصلي على رسول الله. شايفين البطروخ تحفة ازاي؟ هاخده واعمله كده. بسم الله ما شاء الله. وهاخد التاني. شايفين؟ هعمل بقى كل الكمية بالطريقة دي كده. استفدنا من السمك واستفدنا من البطروخ. البطارخ غالية جدا على فكرة، اسعارها غالية جدا. فاحنا بننتهز فرصة الموسم بتاع البوري لما بيبقى فيه البطروخ، وبنعمل البوري وبناخد البطروخ بتاعه بنقليه. هكمل الكمية. هنيجي نحط زيت في الوك ونسمي ونصلي على رسول الله. نحط البطارخ الجميلة بتاعتنا بالشكل ده وتهدي النار عليها بقى. مادام الزيت قدح نهدي النار عليها عشان تستوي براحتها. وتاخدي بالك وانتي بتحمري علشان بتطرشق زي السبيت بالظبط. شايفين كده؟ حلوة قوي. هنطفي النار عليها ونطلعها. وكده طلعنا صينية السمك الرهيبة والريحة الجميلة والطعم التحفة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وادي ايه الجمال اللي احنا عملناه. تروحي تشتريه غالي جدا البطروخ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.